السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسلامة وسعادة وراحة بال. اللهم استرنا في الأرض وتحت الأرض يوم العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم آمين يا رب العالمين. أنا كنت عايزة أعمل لكم الفيديو ده من زمان أو من فترة، من ساعة ما بدأت إن أنا ما اطلعش على اليوتيوب، بس جاله الوقت والأوان إن هو يتعمل دلوقتي. كل وقت وله أداة. اللهم استرني فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك يا رب. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب. اللهم آمين. طبعا أنا طالعة أعمل الفيديو ده نداء لكل الداعمين اللي على اليوتيوب، أيا كان هو مين أو أيا كان هي مين. دي حاجة هتتعمل للخير وليس لأي حاجة تانية. دلوقتي يا جماعة صلي بينا على النبي. النهاردة الجمعة، كل سنة وانتم طيبين والجمعة مباركة عليكم جميعا يا رب. وخيركم أنفعكم للناس، خيركم أنفعكم للناس. يا بخت من بيقف يحل كرب حد، يا بخت من بيقف جنب حد تعبان ومحتاج، يا بخت من بيقف يحل مشكلة حد. أنا بقالي فترة ما بطلعش على اليوتيوب، ونفسيا غير مؤهلة تماما إني أطلع على اليوتيوب تماما. نفسيتي تعبانة من كل حاجة. كانت الذكرى بتاعت وفاة أمي 13/4 الشهر اللي فات. أنا من ساعتها وأنا نفسيتي وحشة جدا. معظم الوقت ما بتكلمش مع حد، معظم الوقت ما بحكيش مع حد، ولو حكيت مع حد ببقى عارفة أنا بقول إيه. من كتر النفسية الوحشة أنا دخلت في حياة أو في حاجة أنا مش حملها. مقاومة الأنسولين عليت، والمفروض ان انا اخد علاج سكر، وانا مش حمل ان انا اخد علاج سكر، لان صعب عليا ان انا اخد علاج سكر وامشي عليه، او يجيلي غيبوبة او كاني او ماني. الضغط دايما بيبقى عالي من كتر التفكير في الحمل اللي عليا، من كتر الشقة بتاعي، من كتر شغلي وشقاية على عيالي. فببقى في حالة نفسية غير مؤهلة ان انا اروح شغلي. بيبقى غصب عني ان انا مضطرة ان انا اقوم، حتى لو انا مريضة او عيانة لازم اقوم اروح شغلي عشان شقاية وتعبي عشان عيالي ورزقهم. انا بقول يا رب اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وانا بقوم حتى وانا عيانة اروح شغلي. ممكن يكلمني حد من صحابي يقول لي انت ازاي يا سمر مثلا تروحي الشغل وانت تعبانة؟ او امال هعمل ايه؟ مفيش في ايدي حاجة اعملها يا جماعة غير اني اروح شغلي وانا حتى مش قادرة. انا ممكن ابقى دايخة مش قادرة، بيجيلي دوار في الشغل بدوخ بقع. الانيميا بقت حادة جدا لدرجة غير عادية. مناخيري الجيوب الأنفية بقت تتعبني، وخصوصا الأيام دي مع الضعف ومع التعب. مقاومة الأنسولين خلاص داخلة على سكر من الدرجة الأولى، تقريبا سبت مقاومة الأنسولين، عديت المرحلة بتاعت مقاومة الأنسولين، داخلة على مرحلة السكر الجديدة اللي هو سكر مقاومة الأنسولين. طبعا معروف إن هي سكر من الدرجة التانية، لكن السكر من الدرجة الأولى هو اللي لازم يتخذ له علاج، وأنا ما أقدرش أخد علاج. أنا كنت باخد سيتوفاج لمقاومة الأنسولين، كنت باخد الكلام ده وبرضه ما فيش حاجة عملت معايا حاجة. للأسف الشديد السكر ده عامل وراثي رقم 1، وأنا أمي الله يرحمها كان عندها سكر وضغط، فالمرضين دول بتوع الوراثة، دول بيجوا وراثة رقم 1. انا ممكن ما اكلش غير نص رغيف، ومع ذلك نص الرغيف ده يتركن. مقاومة الانسولين طبعا انتوا عارفين انها بتركن السكريات والنشويات على جنب. ده طبعا كلام علمي مش هيفهمه غير اللي عارف الكلام ده كويس قوي، او اللي بيقرا كتير عن مقاومة الانسولين او عن السكر. طبعا السكر صديق الانسان، وربنا ما بيجيبش حاجة وحشة لحد، والحمد لله على كل اللي يجيبه ربنا حلو. انا حمده وشاكراه في كل وقت وحين، في السراء وفي الضراء. بس انا بناشد كل الداعمين ان انا محتاجه اعمل عمليه، اخد حقن، اعمل اي حاجه، لان مقاومه الانسولين ركنت عندي جميع اي حاجه باكلها، سواء حتى لو ربع رغيف او نص رغيف انا بيتركن. مقاومه الانسولين بتركنه جامد. بقيت مع حالتي النفسيه بقيت غير مؤهله ان انا اقف. رجليا دايما ضعيفه، رجلي دايما بترتعش مش شايلاني، ما بقدرش امشي لان عظمي ضعيف وعندي نقص كالسيوم شديد جدا. ما بقدرش امشي وقت طويل، انا بروح شغلي وباجي مش بقدر دلوقتي اقف على البوتاجاز، انا بقعد على كرسي، وده الدليل ان انا ما بقيتش افتح لايفات خالص وانا بطبخ لاني مش قادره. انا بقعد على كرسي قدام الحوض وبقعد على كرسي قدام البوتاجاز، فما بقدرش اقف وقت طويل، مش قادره حرفيا، عظمي كله مش قادره منه.
ده غير غير الغضروفين اللي في رقبتي والعياذ بالله. يعني الحمد لله نحمده ونشكر فضله. الشقة عمره ما كان عيب، والشغل والتعب عمره ما كان عيب. بس أنا دلوقتي بناشد الداعمين يا جماعة الخير، اللي يقدر يقف معايا إن أنا أروح مثلا لحد دكتور كبير، مثلا أخد حقن، أعمل عملية، أعمل أي حاجة في سبيل إن أنا ما اخدش علاج ضغط وسكر دايم مدى الحياة، عشان أنا مش حملهم خالص تماما. حد يقف جنبي إن أنا أجيب مثلا حقن تخليني ان انا اشيل مقاومه الانسولين دي، عشان ما اوصلش، يعني ما اكونش وصلت للسكر من الدرجه الاولى. لاني انا في النهايه، انا في نهايه مقاومه الانسولين خلاص، اللي هو اي لقمه انا باكلها بتتركن تماما. عارفين يعني ايه بتتركن تماما؟ فيا جماعه لو الواحد استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب، مش في اشد الاحتياج، مش هيطلع ويقول الكلام ده ويناشد داعمين الخير. مش هيطلع ويقول يا رب، يا رب ارزقني بحد يساعدني ويقف جنبي في المحنة اللي أنا فيها، يقف جنبي ويساعدني إن أنا أقف على رجلي. لأني أنا رجلي ما عادتش شايلاني، ما عادتش شايلاني. نقص الكالسيوم طبعا انتوا عارفين ان بيبتدي نقص الكالسيوم العظم بيتاكل لوحده، عندي تآكل في الفقرات. واللي عايز يشوف الكلام ده، انا عندي اشعه يا جماعه رنين، عندي رنين باللي انا عاملاها على رقبتي اللي فيها الغضاريف في رقبتي، وعندي التحليل بتاع مقاومه الانسولين، وعندي كل حاجه بالدليل، مش بتكلم كلام وبس. انا لما بتعب نفسيا انا بيجيلي العيا من طريق 3 الا تلت، ما بحسش بنفسي وانا بعيا، وما بحسش بنفسي وانا باكل، وما بحسش بنفسي وانا بتخانق، وما بحسش بنفسي وانا بزعق. لما بتعب نفسيا الدنيا كلها بتتقفل في وشي، مش ببقى حاسه باي حاجه. وانا يوم ذكرى وفاه امي ده كان بالنسبه لي يعني بصوا من بعدها وانا فعلا نفسيا غير مؤهله تماما. قله طلوعي على اليوتيوب مش من فراغ، لا، نفسيا وحشه، نفسيا غير مؤهله ان انا اخش اليوتيوب اخد صدمات من حد، او ازعل من حد، او اشيل من حد وانا على اخري. اتصدمت في اليوتيوب في ناس كتير جدا، حبيت ناس بما يرضي الله وعملتهم بما يرضي الله وطلعوا مش قد الثقه. وفي ناس تانية طلعوا ما كانوش بيكلموني عشان هم بيحبوني، لا، كانوا بيكلموني عشان مصلحة ما، او عشان حاجة ما. خلاص الحاجة دي خلصت، خلاص طالما انت مش معايا في السكة خلاص مالكيش وجود معايا. في ناس كده. فالواحد اتصدم، خد صدمات كتير هنا، خد صدمات كتير في اليوتيوب. انا للاسف الشديد بعامل الناس من جوايا، مش بعامل الناس بمعاملتهم ليا، بعاملهم بقلبي، بعاملهم بتربيتي، بعاملهم بعواطفي اللي اتعودت عليها، بعاملهم بقلب الطيب. انا لا فيا خبث ولا فيا لقم ولا فيا وساخه ولا فيا بجاحه. الحمد لله نحمده ونشكر فضله ان ناس كتير على المنصه شهدت لي ان انا مش زي حد، ودي شهادة أعتز بيها. كتر خيركم وجزاكم الله كل خير. ما تحرمش منكم يا جماعة، ربنا يخلي كل من يقف جنب حد، كل من يساعد حد. الخير في أمتي إلى يوم الدين، وربنا كريم إن شاء الله، وربنا مش هيخزني بإذن الله، وهلاقي اللي يقف جنبي ويوقفني على أول الطريق ويخليني واحدة تانية وارجع تاني زي ما كنت بصحتي، وارجع تاني بعافيتي لعيالي، وارجع تاني عندي ثقة بالنفس. كفايه اللي حواليا، وكفايه اللي انا فيه، وكفايه ان انا شايله مش شيلتي دي لوحدها حاجه تانية. يعني في غيري بيرموا عيالهم، في غيري بيرموا عيالهم لاهاليهم ياكلوهم يشربوهم يعملوهم سره حلبه وهم حرين فيهم. لكن انا بديت ان انا عيالي ولحمي يكون معايا، بديت ان انا اشقى واتعب عشان عيالي. مش بقول لكم يا جماعه ان انا عايزه فلوس اروح اتفسح، ولا فلوس اروح ارقص، ولا فلوس ابني بيوت، ولا فلوس ابني مش عارف ايه، ولا فلوس اجيب ايه. لا، انا بقول لكم اقفوا جنبي في عيايا، اقفوا جنبي في مرضي، طلعوني من المحنه اللي انا فيها من المرض، طلعوني من العيا اللي انا فيه، طلعوني من النفسيه اللي انا فيها ان انا ارجع تاني زي الاول، طلعوني ان انا ما اوصلش لمرحله ان انا اخد علاج سكر وضغط، عشان النفسيه الوحشه بتجيب كل حاجه، بتجيب كل حاجه في الدنيا. عيالي واقفين جنبي بس مش في ايديهم حاجه يعملوها لي، واقفين جنبي عمالين يحمسوني، عمالين يطلعوني من النفسيه اللي انا فيها،
بس احيانا بيجيلي وقت وبتخنق من كل حاجه حواليا وببقى عايزه اسيب البيت وامشي، ببقى عايزه اسيب الدنيا كلها وامشي من هنا. اكتر حد كانت بتطبطب عليا امي، ومن بعدها ما لقيتش حد يطبطب عليا غير ولادي. ولادي طبعا ربنا يخليهم لي ويبارك لي فيهم، واتمنى اللي يوصل معايا هنا لحد الفيديو هنا يدعي لي دعوه حلوه، ربنا يشفيني لعيالي ويخليني ليهم، عشان هما من غيري ولا حاجه، ومش هيلاقوا حد يدور عليهم بجنيه واحد، ولا هيلاقوا حد يبكي عليهم بجنيه واحد، ولا هيلاقوا حد يقول لهم انتوا كلتوا ولا ما كلتوش، شبعتوا ولا ما شبعتوش، نمتوا ولا ما نمتوش. اللي يوصل معايا لحد هنا يدعي لي دعوة حلوة، ربنا يوقعني في واحدة بنت حلال أو واحد ابن حلال، داعم أو داعمة أو حد في الخير يقف جنبي إن أنا أروح لدكتور كويس أو دكتورة كويسة. وكلكم جزيرة الشكر، وكتر ألف خيركم. كل اللي يدعي لي دعوة حلوة كتر ألف خير، ولو بكلمة بسيطة كتر ألف خيره، واللي يقف جنبي ولو برضا وكلمة حلوة ليا يبقى كتر ألف خيره. ده غير القناة اللي أنا تعبت فيها بقالي سنتين عشان ألم الساعات، والساعات كل ما تتلم يا بتطير يا أنا بتعصب وأزعل نفسيا وامسحها. مستر عاطف كان منزل ان تفعيل القناه ل4000 ساعه ب5000 جنيه. طبعا انا معيش ال5000 جنيه عشان اجيب قناه واحط فيها ال4000 ساعه واشتغل عليها زي الناس ما بتقول ان انا اقدر اعمل فيديو او بنتي تعمل فيديو او نساعد بعضينا في قناه عدله زي الناس فيها محتوى. لكن للأسف الشديد مفيش فلوس عشان الواحد يشتري قناة. لكن اللي بيبقى معاه فلوس وقناته ممكن تتقفل بيروح يشتري قناة جديدة بال20 وبال30 ألف لأن في فلوس. لكن أنا معيش فلوس 20 و30 ألف هجيبهم منين عشان أروح أشتري قناة متفعلة فيها مشتركين بال10 وبال11 ألف؟ مفيش فلوس. لكن معرفش، ماليش حظ بقى في القنوات، ماليش حظ في التفعيل، ماليش حظ في حاجة، الله أعلى وأعلم. ممكن ما اكونش ليا في حظ في ده، يبقى ليا حظ ان انا يبقى ليا صحة، ويبقى عندي صحة ان انا اشتغل واشقى واتعب على عيالي. واديني بحاول وبقول يا رب اصلح لي حالي، يا رب وقف لي ولاد الحلال، يا رب اللهم امين يا رب العالمين. اللي يوصل لحد هنا يدعي لي دعوة حلوة، ربنا يوقف لك ولاد الحلال ويرزقك برزق ولادك، ويوقف لك اللي يقف جنبك في عياكي، ويوقف لك اللي يقف جنبك في مرضك، ويوقف لك اللي يقف جنبك في محنتك اللي انت فيها. انا في محنه شديده جدا جدا جدا، ومحتاجه اللي بيحبني او اللي بيحب الخير عامه يقف جنبي، اللي بيحب الخير. الخير في امتي الى يوم الدين. اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان ربنا يوقعني في حد ابن حلال، حد فعلا يكون عايز يعمل الخير في مكانه، يعمل الخير بايده. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.